السؤال الخامس عشر: هل من وصفة تذكرها لنا مصاحبة للاستشفاء بسورة البقرة؟ الجواب: نعم، هناك برنامجان من عدة خطوات. البرنامج الأول برنامج لمدة 5 أيام لكتابة الآيات بالزعفران على ورق، ثم نقعها وشرب كأس منها والباقي للاغتسال. اليوم الأول الفاتحة، اليوم الثاني آية الكرسي وآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. اليوم الثالث آخر آيتين من سورة البقرة، تبدأ من آمن الرسول اليوم الرابع ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. اليوم الخامس المعوذتين. البرنامج الثاني: أنصح بالاغتسال بالخلطة التالية: أولاً ماء مقروء عليه، ثانياً ملح خشن، ثالثاً عشبة الشذاب، رابعاً ماء ورد، خامساً مسك البودرة، سادساً سدر مطحون. من كل شيء مقدار كأس، ويجلس فيها ربع ساعة لمدة 3 أيام، وستظهر كدمات ملونة في الجسد بعد استعمالها. هي علامات إيجابية في الاستجابة للخلطة، وكذلك دلالة وجود العارض الروحي. وبالنسبة للمسك فيوضع منه شيء بسيط في الماء. السؤال السادس عشر: هل من أدعية تنصح بالمداومة عليها؟ الجواب: نعم، نذكر منها عدة أدعية، وهذه هي: أولاً: وآمن روعاتي. حين تمتلئ الحياة بالروعات ستجد في ترديده بيقين أمانة، أي يا رب سكن قلبي وقت الفزع، وأرشده أن يفعل ما تحب أنت. والفزع أمر معرض له العبد ما دام حيا، وردود الفعل الأولى تجاه المواقف خاصة الصعب منها لا توفق فيها إلا حينما تكون صادقا في سؤالك الله أن يؤمن روعاتك. ثانياً: اهتف بهذا الدعاء الحار الصادق، فإنه لكشف الكرب والهم والحزن: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث. ليكن الدعاء بيقين، وأصحبه بالعمل الصالح وأبشر. ثالثاً: أوصي بالمداومة على الحوقلة، لأنك إذا لزمت الحوقلة ستجد أن كل الأمور المعقدة حلت، والعسر أصبح يسرا، والهم أصبح فرجا، والحزن تبدل سعادة. والآن استجمع همومك في صدرك وكرر: لا حول ولا قوة إلا بالله، مستيقنا ألا تحول من حال إلى حال إلا بالله الواحد القهار، وسترى حاجاتك تقضى الواحدة تلو الأخرى. رابعاً: عود نفسك أن تستودع الله كل شيء تحبه، وكل شيء تخاف عليه، وكل شيء تريده أن يستمر ولا ينقطع. وتذكر يا من استودعت الله وديعة، خذ وديعتك. جاء عن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال لقمان الحكيم: إن الله إذا استودع شيئا حفظه، وإني أستودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك، وأقرأ عليك السلام. خامساً: قال صلى الله عليه وسلم: من أصابه هم أو غم أو سقم أو شدة فقال: الله ربي لا شريك له، كشف ذلك عنه. 4 كلمات قليلة المبنى عظيمة المعنى، فيها ضمان نبوي لزوال المصيبة عن العبد ورفع الضر عنه، فيها جبر للقلب وراحة للنفس. وقد أوصى بها صلى الله عليه وسلم أهل بيته: حافظ عليها وضعها عند باب الله وأبشر. سادساً: وأما عن أهمية أذكار الصباح والمساء فأوصيك كذلك أن تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، بالمداومة على أذكار الصباح والمساء،
والأذكار بعد الصلوات المفروضة، وأذكار الطعام والشراب واللباس وركوب السيارة والخروج من المنزل، حصن عظيم وقلعة متينة من شرور النفوس الخبيثة من ذكور وإناث الإنس والجن. فلو يعلم الذاكر ما له من أجور، وكم يدفع الله عنه من المصائب والفتن والمحن والشرور، لما غفل عن هذه الأذكار مهما حصل، لأن أذكار الصباح والمساء ليست مجرد كلمات يرددها المسلم حين يستيقظ من النوم أو حين يأوي إلى الفراش لينام، بل ذكر الله هو حصن يلوذ إليه المسلم ليحتمي به من وساوس الشيطان الذي يتربص بالإنسان في كل الطرقات. فالشيطان هدفه إغواء المسلم الموحد وجره إلى سخط الله وغضبه، شيطان رجيم مطرود من رحمة الله بعد رفضه الامتثال لأمره سبحانه في السجود لسيدنا آدم عليه السلام في القصة المعروفة، وأخذ على عاتقه عهدا أن يوسوس للبشرية ليضل الناس عن طريق الهداية. السؤال 17. بعض الرقاة يحثون الناس على ترك الاستشفاء بسورة البقرة لأنها تسبب مشاكل وتضر المواظب عليها، فما رأيكم؟ الجواب: هذا الكلام لا يصدر من أهل العلم وأهل الاختصاص والله المستعان. فمن أعلم، هذا الراقي أم محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال كما في صحيح مسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وهذا الراقي يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: لا تقرأوا سورة البقرة، وعلى المسلم أن يحتاط لدينه، فلا يذهب إلا للرقاة الثقات المشهود لهم بسلامة الفكر والمنهج والعقيدة، لأن بعض مدعي الرقية الذين ينشرون حساباتهم ويسوقون لها بعبارات مزيفة مثل الشيخ الروحاني أو المعالج الفلاني من كل أنواع السحر والحسد أو ما شابه ذلك من الأسماء البراقة، وهو مع الأسف يتعامل مع الشياطين، فيأتي بعضهم ويسأل المريض عن اسم الأم، وبعضهم يسأل عن أشياء لا علاقة لها بشروط الرقية، وهي أن تكون باللغة العربية، أو أن تكون من القرآن الكريم، وأن تكون مما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأدعية المأثورة الصحيحة، فيترك هذا ويتمتم بكلمات غير مفهومة، ويدع البخور الذي يزعم أنه طارد للشياطين. وبعضهم يطلب صورة للشخص المتعب، وبعضهم يقرأ اليد، وبعضهم يقرأ الفنجان، وبعضهم يخبر عن الغيبات في حياة الشخص المصاب، ويذكر أدق التفاصيل في حياته، وينسبها للفراسة والبصيرة، والحقيقة أنه دجل وكذب وتعامل مع الشياطين في دفع الضر أو جلب النفع لهذا المريض، واستعانة بغير الله. لذلك يجب الحذر منهم وقطع التواصل معهم، وبعضهم اتخذ من الرقية تجارة يتاجر بها، فتجد التشخيص عنده بالمكالمة بمبلغ وقدره، والجلسة عنده بمبلغ واشتراطات مبالغ فيها، ولا يخرج المريض منه إلا مع الإلزام بشراء خلطات وأعشاب بمبلغ وقدره، والقراءة في المنزل بمبلغ وقدره، وفك السحر عنده بمبلغ وقدره. وهذا للأسف تحول من إفادة ونفع وإحسان وتفريج على الناس إلى تجارة على أكتاف المسلمين وضياع للأمانة. ولا مانع أن يأخذ الراقي شيئا يسيرا على جهده وتفريغ وقته، ولكن دون اشتراطات وتكليف على الناس بما لا يطيقون. وسورة البقرة لا تسبب مشاكل لأحد ولا في بيت أحد، وإنما هي تطهر وتنظف وتزيل المخاطر عنك وعن حياتك وعن بيتك، فلا تلتفت لهذا الكلام الذي تعرى من الدقة والصحة. السؤال 18. ما هي العقبات التي تواجه المسلم في طريق الاستشفاء بسورة البقرة؟ الجواب: سيحاول الشيطان بكل ما أوتي من قوة محاولات مختلفة في اليقظة أو في المنام، سيحاول من خلالها أن يصدك عن هذه الصورة وأن يصرفك عنها، فتارة يسبب لك النعاس والكسل، وتارة يشغلك بمخاوف ليس لها وجود، وتارة يذكرك الماضي لتحزن، وتارة يجعلك تفكر في المستقبل بسلبية وإحباط، وتارة يجعلك تشعر بصعوبة الصورة عليك وأنها طويلة ويخشاك عند قراءتها الملل، وقد يصدر من حولك أصوات وانفجارات ومحاولات لقذف الرعب والخوف في قلبك، سواء في المنام
أو عن طريق التخيلات في الواقع الذي يستعين فيه بالقرين لذلك. ولكن لا تقلق، فإن صعوبة سورة البقرة تكون في أول 10 صفحات منها، وبعدها غالبا ما تكون سهلة إلى نهايتها. ولو تعامل الناس معها كما تعاملوا مع سورة الكهف لسهلت عليهم ولحفظوها وأصبحوا يرددونها في كل آن وحين. لذلك اتخذ قرارا شجاعا في دخول عالم الكفاية والحماية لمواجهة أنواع النفوس الخبيثة التي تريد النيل منك ومن سعادتك وحياتك ومستقبلك. وشد العزم وابدأ في مقاومة المحاولات الشيطانية لصدك عن الاستشفاء بسورة البقرة بالتوكل على الله والاعتماد عليه واستشعار قربه ومعيته، وأنه قريب منك ولن يتخلى عنك، وأن عينه ترعاك وملائكته تساندك. وقابل في هذه الهجمات الشيطانية كذلك بالمحفزات التي تحفزك على قراءتها وبالفضائل الكثيرة الواردة فيها. وتأمل في أخبار الذين سبقوك إليها، وفتش دائما عن الوقت المناسب لقراءتها، واطلب من الله العون والسداد والمدد الذي تحتاج للمداومة عليها والاستشفاء بها، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. تعلن فيها عن ضعفك وترفع بالحوقلة دعاءك: اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحولك وقوتك، فأرني عجائب صنع لطفك وغرائب حكمتك، وائتني بالفرج القريب يا قريب، وسهل علي الاستشفاء بهذه السورة. وردد: لا حول ولا قوة إلا بالله. رددها وأنت متفكر بمعناها، موقن بأن الله لم يخيبك. ولو يعلم صاحب الحاجة ما في هذه الكلمة من العون والتوفيق والسداد لما جف لسانه منها. لا حول ولا قوة إلا بالله. وتذكر يا قرة العين أن هذه السورة أشبه ما تكون بالتمرة، لن يطيب لك طعمها إلا بعد مضغها. لذلك فإن مجاهدة النفس عليها سيورث في حياتك نقلة لم تخطر لك في بال، وسعادة لم تحلم في الحصول عليها. لذلك حطم أصنام الأوهام في داخلك بفأس قراءة سورة البقرة، واسأل كذلك من يكثر من سردها عن انشراح صدره وتيسير أمره وعن زوال سقمه وذهاب علته. سيجيبك حدث هذا بعد المداومة على سورة البقرة. فماذا تنتظر بعد هذا كله؟ قم وابدأ، وتعلم أن تطلب من الله البركة وتشعلها في نفسك ومن تحب عن طريق المداومة على هذه السورة. السؤال 19: لماذا تورد في غالب أحاديثك وحتى في حساباتك المداومة على سورة البقرة بشكل مركز وملحوظ؟ الجواب: أوردته من باب التجربة والمنفعة وبركة القرآن، وليس تعبدا بذاته، وإلا فسأكون ملزما بإيراد الدليل عليها كما هو معلوم. ولكن بدأت في حث الناس عليها لما فيها من الفضائل، ومن باب الاستشفاء بها والاستفادة من أسرارها وبركاتها. وبركات هذه السورة معلومة وجلية عند التأمل بها وشدة النظر إليها، وكل من جرب ذلك عرفه، خصوصا مع الفهم والتطبيق والتدبر. ولا شك أن إرادة الاستفادة من السورة من باب الاستشفاء ولو بتخصيصها، وخصوصا لمن جرب، لا يلزم منه الدليل، لأنه استشفاء وليس تعبدا. ولا سيما أننا لدينا نص مطلق: اقرأوا البقرة، فقوله اقرأوا هذا عند العلماء مطلق، والمقرر في القواعد أن اللفظ المطلق يجب بقاؤه على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. وبناء على ذلك فالدليل أطلق، فيدخل في ذلك صورة قراءتها في جلسة واحدة، وصورة قراءتها في قيام الليل، ويدخل في ذلك صورة قراءتها في جلسات متعددة. فإذا قرأت سورة البقرة في جلسة واحدة ثبت ذلك الفضل بإذن الله، وإذا قرأت في جلسات متعددة يثبت ذلك الفضل إن شاء الله تعالى. وأوضحت أن كثيرين ممن يداومون عليها بشكل يومي في جلسة واحدة يقومون بذلك من باب الاستشفاء وليس من باب التعبد، ومنهم من يجعلها وردا من ضمن الختمة التي يداوم عليها، ومن يقسمها على الصلوات الخمس، ومن يقرأها خلال أيام الأسبوع، وهكذا، وذلك حسب حالة الشخص ونوع الإصابة التي يعاني منها.
ومن قيد الأحاديث الواردة في الحث على قراءتها بكونها لا تقرأ إلا في جلسة واحدة أو لا تقرأ إلا في الختمة فقد قيد المطلق، والمقرر عند العلماء أن تقييد المطلق خلاف الأصل، وأن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا البقرة، وجرى قوله على غير تفصيل منه فعمم ولم يفصل. والمقرر عند العلماء أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال، فاللفظ هذا مطلق وعام، فيدخل فيه سورة قرأتها في جلسة وفي عدة جلسات، لا سيما مع النية الصالحة. فإذا لم يذكر في الأحاديث ولا في غيرها أن هذا الأثر لا يثبت في قراءتها إلا إذا قرأت في جلسة واحدة، بل يدخل فيها فيما لو قرأها الإنسان في عدة جلسات أو في جلسة واحدة فلا حرج ولا بأس عليه. وبعد الدراسات التي أجريتها والبحث الطويل، أقول: مهما كان نوع الإصابة عند الإنسان، روحية أو عضوية أو نفسية أو وساوس شيطانية، يكفيه أن يداوم على قراءة سورة البقرة للاستشفاء بها مرة واحدة في اليوم، سواء في قيام الليل أو في صالة المنزل أو في عمله أو سيارته أو في غيرها. المهم هو قراءتها بتدبر ويقين وحضور قلب، هذا كاف وشاف إن شاء الله. ولو كانت لديه الهمة للزيادة فلا حرج، كما بينا أن الحديث مطلق، وكل الصور يثبت بها الخير والمقصود إن شاء الله. فتش في قلبك عن الصورة الاستشفائية المناسبة لك وحسب استطاعتك وقدرتك، وعن الوقت المناسب وعن الطريقة المناسبة. وما ذكرته لك من صور ليست على سبيل الحصر والإلزام، وإنما إشارات وإرشادات جاءت بعد معاينة للواقع وتجربة مع أنواع الإصابات والحالات. ولكني أقول لك: لا تقلق ولا تضيق على نفسك، فالأمر واسع. المهم أن تدخل في حياتك صورة واحدة من صور الاستشفاء بها ولو لصفحات يسيرة كل يوم. السؤال 20: هل فهم التفسير مهم في طريق الاستشفاء بسورة البقرة؟ وما هي أسهل الكتب التي تناولت تفسير السورة بيسر وسهولة؟ الجواب: لا شك أن فهم التفسير من أهم الطرق التي توصل لتدبر السورة والعيش معها بفهم وحضور قلب. وسيجد القارئ الذي تناول سورة البقرة بالفهم ومعرفة التفسير أن قراءته لها اختلفت وأصبحت أقوى من سابقتها، لأن القرآن الكريم كلام الله عز وجل وخطاب الله لعباده بما اشتمل عليه من أوامر ونواه، ودستور المسلمين الخالد الذي لا بد من فهمه للتمكن من العمل بما نص عليه، إذ إن الهدف من فهم الخطاب يكمن بالعمل به، فالعمل هو الثمرة العظيمة. فقراءة السورة بدون فهم للتفسير لا خلاف فيه أنه يترتب عليه عظيم الثواب والأجر والفضل الكبير، وأن كل حرف بحسنة، إلا أن الثمرة الأعظم تكمن بمعرفة التفسير وفهم الخطاب الرباني. وأما عن الكتب الميسرة التي ننصح بها لفهم تفسير سورة البقرة فهي كثيرة ومتوفرة ولله الحمد، ولكن نذكر منها التالي. أولاً: كتاب التفسير الميسر، هو كتاب ألفه مجموعة من علماء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وهو عبارة عن تفسير مجمل واضح وموجز يوضح معاني الألفاظ الغريبة بعبارات سهلة وميسرة. ثانياً: كتاب المختصر في التفسير، هو كتاب يفسر آيات القرآن الكريم بشكل إجمالي مع تمييز الألفاظ الغريبة التي تحتاج إلى تفسير بلون مميز، إضافة إلى توضيح مقاصد الصور والتأملات. ثالثاً: التفسير الواضح الميسر، ألفه محمد بن علي الصابوني، حيث جعل فحواه قائمة على ذكر أسباب النزول وتوضيح شواهد الأحاديث النبوية. رابعاً: التفسير الوجيز، قد تم إرفاق المعلومات المؤلفة في هذا الكتاب على هامش القرآن الكريم مع ذكر أسباب النزول وقواعد التلاوة، ألفه وهبة الزحيلي، ويعد من أفضل كتب التفسير للمبتدئين. خامساً: زبدة التفسير، اختصره محمد بن سلمان الأشقر من كتاب تفسير فتح القدير للإمام
الشوكاني رحمه الله، حيث اختصره على قول واحد غالبا في الآية الواحدة. سادسا، توفيق الرحمن في دروس القرآن، ألفه فيصل آل مبارك على هيئة دروس مرتبة، أكثرها مستمد من عدة تفاسير، ومنها تفسير ابن كثير، وتفسير ابن جرير، وتفسير البغوي. السؤال 21: متى أستمر على سورة البقرة بشكل يومي؟ الجواب: الأمر على حالتين. إذا كنت تعاني من مرض روحي أو عضوي أو نفسي أو وسواس قهري، فإن الطريقة المثلى في الاستشفاء هي المداومة عليها بشكل يومي بتدبر ويقين وحضور القلب، ليحصل الاستشفاء الذي تبحث عنه منذ زمن. عليك أن تصحبها، وهي كفيلة بعد الله في أن تصلح كل شيء. وإذا كنت لا تعاني من مرض روحي أو عضوي أو نفسي أو وساوس أو مشكلات أو عثرات، وتريد البركة التي وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على قراءتها، فلك أن تجعل سورة البقرة من ضمن الختمة التي تحافظ عليها بشكل دائم، والمقصود هو الاستمرار عليها وعدم هجرها. السؤال 22: ما حكم الاغتسال بماء زمزم والماء الذي قرأت عليه سورة البقرة والماء المقري عموما في بيوت الخلاء؟ الجواب: لا بأس بذلك، لأنه ليس قرآنا مكتوبا، ولا يوجد فيه المصحف مكتوبة، وإنما فيه الريق أي النفت والهواء الذي خالطه المصحف أو خالطته القراءة. ومن المعلوم أن أهل مكة في أزمنتهم الأولى كانوا يستعملون ماء زمزم، ولم يكن عندهم غير ماء زمزم، فالصواب أنه لا كراهة في ذلك، وأنه جائز. والماء ليس فيه قرآن، إنما فيه نفت بالقرآن، وفرق بين المقامين، ولا حرج على الإنسان أن يفرغه في حديقة المنزل أو ساحات ترابية قريبة من منزله، والأمر واسع. السؤال 23: هل الاغتسال بالماء البارد له أثر في طريق الاستشفاء بسورة البقرة والتخلص من الأمراض الروحية؟ الجواب: هذا ثبت بالتجربة عند الكثير من التقاة الذين نصحوا الحالات التي تعالج عندهم بالاغتسال بالماء البارد أثناء فترة العلاج. وهناك حالات كثيرة حين لزمت هذا العلاج لاحظت الفارق الكبير في صحة أجسادها أثناء فترة الاستشفاء بسورة البقرة، وحتى بعد انتهاء مرحلة الاستشفاء وزوال العارض الروحي، إذ لا يخفى على مسلم أنه كان علاج أيوب عليه السلام الذي زال به سقمه وكشفت به غمته وعادت له البسمة في حياته بعد سنين الصبر التي يضرب بها المثل إلى يومنا هذا، ولما فيه من الفوائد الصحية الكثيرة على جسم الإنسان. فقد وردت نصوص وفضائل في مواجهة أمراض جسدية بالماء البارد، منها: أولاً، الآية الصريحة بالدلالة على الماء البارد: قُضْ برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. يقول صاحب التفسير الميسر: فقلنا له: اضرب برجلك الأرض ينبع لك منها ماء بارد، فاشرب منه واغتسل، يذهب عنك الضر والأذى. فالشرب والاغتسال بالماء البارد له بالغ الأثر في الاستشفاء، وحتى بعد مرحلة الاستشفاء، وجميل أن يكون عادة صحية يستمر المسلم عليها، لما فيه من الفوائد الطيبة الكثير لجسد الإنسان. ثانياً، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حم أحدكم فليثني عليه الماء البارد 3 ليال من السحر. ثالثاً، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. متفق عليه. السؤال 24: هل للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثر في طريق الاستشفاء؟ الجواب: أنصح بالمداومة على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي لها عجائب في طريق الاستشفاء لا يدركها عقلك ولا يصل إليها علمك ولا يحيط بها بصرك. وتأمل معي هذا الحديث العظيم الذي رواه أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك.
قلت النصف. قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال قلت فالثلثين. قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها. قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. المراد بالحديث أن أبي بن كعب كان له دعاء معين يدعو به، فسأل عن استبداله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى ذلك يشير قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا كان له دعاء يدعو به، فإذا جعل مكان دعائه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته، فإنه كلما صلى عليه مرة صلى الله عليه 10، وهو لو دعا لأحد المؤمنين لقالت الملائكة آمين ولك بمثله، فدعاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك. وللصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثمرات عديدة ذكرها الإمام ابن قيم رحمه الله، ولعلي أن أجملها فيما يلي: أولا، أنها امتثال لأمر الله تعالى. ثانيا، أنها سبب للحصول على الحسنات ورفع الدرجات ومحو السيئات. ثالثا، أن شفاعته يوم القيامة لمن يصلي عليه. رابعا، أنها سبب لقرب المسلم من النبي صلى الله عليه يوم القيامة. خامسا، أنها سبب لصلاة الله والملائكة على المسلم. سادسا، أنها سبب لإجابة الدعاء. سابعا، أنها سبب لمغفرة الذنوب وجلاء الهموم. ثامنا، أنها سبب لطيب المجلس. تاسعا، أنها تنفي عن قائلها صفة البخل. عاشرا، أنها سبب لدوام محبة قائلها للنبي صلى الله عليه وسلم وزيادتها. 11، أنها متضمنة لذكر الله وشكره ومعرفة نعمه على عباده بإرساله النبي صلى الله عليه وسلم لهداية الناس. 12، أنها سبب للبركة في ذات المصلي وعمره وعمله وأسباب مصالحه.